مساء الخير. مساء الخير. هاي، ازيك يا سماء؟ سامعني ولا لا؟ هاي، بحاول اشوف لو في هنا دي ايه؟ دي بتعمل ايه؟ لا سوري، بشوف لو في فلاش او حاجه نور، بس واضح ان مفيش. عاملين ايه؟ معلش انا بره القاهره حاليا، بس يعني ايه، قلت اتكلم معاكم في الموضوع. الفيديو اللي انا نزلته امبارح عندي وعلى وجهة نظري، مش عارف شفتوه ولا لا. بس يا سماء، حد فيكم شاف الفيديو اللي انا نزلته؟ انا باكل بس رز بلبن، انا معاكم يعني، بس هاكل وانا معاكم عشان ايه. حد فيكم شاف الفيديو؟ يا ميمو، هاي، عامل ايه؟ هاي دينا. معلش انا باكل رز بلبن، بس هما جابوا لي كريم كراميل وانا اصلا عاوزه كريم كراميل، فاكل معلقه بس. مش بطال برضه. انت هتقولي كريم والنبي معلش. انا بلغتهم خلاص، انا باكل كريم كراميل ورز بلبن في نفس الوقت، فاهم؟ فانا قلت اكل الاثنين بقى مع بعض، بس الرز بلبن حلو برضه. هاخد معلقه من دي ومعلقه من دي. اهلا وسهلا. حد فيكم شاف الفيديو اللي انا حطاه على عندي ولا لا؟ بس صاحبتي ميمو هنا يعني ايه، تحاول خليني ما اعرفش اركز، بس انا مركزه معاكم. روحي بعتي لي بقى قلوب بقى وحاجات كده. ايوه. حد شاف الفيديو يا جماعه ولا ايه؟ حبيبتي هبه، حبيبتي. شوف بقى كريم كراميل نظامه ايه. بعد الفيديو كان هقول لكم الفيديو كان بيتكلم على ايه. ماشي، الفيديو كان بيتكلم على ازاي ولادنا وهم صغيرين لازم نخلي بالنا ونركز جدا على الحاجات اللي ممكن تكون مختلفة فيهم، ونبقى اكسبتنج للحاجة دي. يعني مش كل العيال زي بعض، وكتير جدا ممكن نلاقي طفل عنده حاجة متأخر فيها وطفل تاني أشطر في حاجة تانية. ممكن نلاقي طفل عنده توتر وراثي، عنده حاجة في مشكلة في العين، مشكلة في السمع، مشكلة في النطق. الحاجات دي كل ما نكتشفها بدري كل ما نقدر نعالجها بدري، وتبقى أسهل للولد إن هو أو البنت إن هم يعدوا المراحل دي من غير ما تفضل معاهم، ممكن تتعالج بسرعة. فعاوزة أعمل توعية على الحتة دي، إن هو نركز مع أولادنا حتى لو حاجة بسيطة شايفين إن هي عادي. يعني متأخر في الكلام، رجله معوجة شوية، ما بيعرفش يمشي، بيتوتر، بيعمل حاجات بطرق، ما بيتكلمش مثلا، بيتكلم مع ناس معينة وناس لأ. أي حاجة تحس إنها مختلفة أو مش زي العادي، يبقى أكيد لازم تكشفوا عليها، أو لازم تروح لطبيب، لازم تروح مختص، سواء حاجة منتل نفسية أو حاجة فيزيكال جسمانية. فبس عايز أعرف رأيكم إيه في الموضوع ده. حركات لا إرادية بالظبط، بالظبط. في تكس ساعات أولاد بيعملوا تكس، ساعات في أولاد عندهم وسواس قهري،
وده بيبقى في الجينات واخدينه من اهاليهم. فالواحد مبيبقاش اصلا مركز في حاجه زي دي، ولا بيبقى عارف اللي هو يعني ايه اصلا يبقى حاجه وراثيه نفسيه، فاهمه، او حاجه وراثيه صحيه. لكن دي موجوده وبتحصل، ولازم نبقى يعني واخدين بالنا من الحاجات دي. بس انا كنتش اعرف الموضوع، يعني احنا بنمسك دايما الكراسي أم، يعني ممكن تبقي باكورد او فورورد يعني. فعاوز اعرف رايكم في الموضوع ده ايه. هل في حاجه مثلا، حتى لو مثلا فرد من العيله حاسس بحاجه وحد لا، فالام لو هي حاسه لازم بالظبط تلحق الطفل من بدري، يعني تحاول تشوف طرق العلاج. ممكن ما فيش حاجه خالص، بس ممكن يبقى فيه، فيستحسن يعني يكشف. ملناش دعوه بالدوله بقى، ما هي بتقول الدوله مش مهتمه بالله. انت كأم انت لازم، هي مش فكره الدوله، فكره انت اصلا يعني تكتشفي ازاي اصلا ابنك عنده حاجه او بنتك عندها حاجه. هي دي الفكره، ان انت اقرب واحده للطفل. مفيش حد يعرف يعالجه زيك، يعني مفيش حد يعرف يتابع علاج او يوديه في حته او يبقى مهتم بيه غيرك. يعني ما حدش هيهتم بعياله غيره، الاب والام هم اكتر اتنين بيهتموا بعيالهم. فانا يعني عامل الفيديو ده عشان الاهالي، مش عشان ولا الدوله مش دي المهم. ان انتوا تبقوا عارفين وتروحوا تدوروا بقى على دكاتره. في حاجات اصلا كتير قوي مش معروفه اساسا في مصر، حاجات نفسيه واسامي مسميات، وبتعالج بطرق مختلفه، ومش كلها بتعالج بادويه، في بتعالج بعلاج نفسي بقى كلام وطرق مختلفه. فلازم لازم تكشفوا ورا القصص لحد ما تعرفوا ايه الموضوع. بالظبط بالظبط. اللي هي فكرة انه الاهالي مش بس ان يبقوا اوير بان ولادهم مختلفين او عندهم حاجة، انه يبقى accepting is the key. بالظبط كده، ميرسي جدا. معي بتقولي انه لازم يبقوا الاهالي يعني اسمها ايه، بيأكسبت ولادهم زي ما هم، ما بيحاولوش يغيروهم، ما بيقارنهمش باخواتهم التانيين، ما بيخجلوش او ما بيحسوش ان ده ابني مختلف، ده مش طبيعي، ده عنده مش عارفه ايه. لا، يبقوا اكسبتنج طفلك، زي لازم تتقبله زي ما هو. تقبل كل طفل من اطفالك زي ما هو. هتلاقي واحد صوته عالي، سوشيبل، بيحب الناس، بيخرج، بيحب يتكلم. هتلاقي الاخ مثلا هادي، بيخاف يتكلم، عنده توتر من حاجات معينة، ممكن يبقى بيحب القراية أكتر، بيحب الهدوء. كل شخصية مختلفة ولازم نتقبلها زي ما هي. احنا ممكن ننقل على فكرة هنا. وانا ممدده، لا كلام كبير جدا. شو بتقول أنا مدرسة وعندي حالات توحد، بحاول نوعي الأهالي، بس للأسف هم مش حابين يعترفوا بده. دي مشكلة كبيرة جدا، لكنها حاجة عيب. بالظبط، عشان كده بقول نتقبل، علشان الأهالي مش عايزين يعترفوا إن ولادهم عندهم حاجة، فبالتالي ما بيعرفوش يعالجوا ولادهم، فبالتالي ولادهم بيرجعوا لورا بدل ما بيلاقوا أهالي معاهم عاوزين يعالجوهم، وفي أمل وفي تطور. يعني ده صعب قوي الموضوع ده شروق بصراحة. لازم كأهالي نبقى دايما نبقى واعيين ومتقبلين، وما نتفش راسنا في الرملة ونقول لا ده كويس وزي الفل. على فكرة ما بيطلعوش زي الفل. لو حد عنده مشكلة وهو صغير هتكبر،
يعني ما تفتكروش ان هي هتصغر او هتقل او هتختفي، لا هتكبر، وهيبقى لما يكبر هيبقى في المجتمع مش عارف يتعامل كحد كبير في المجتمع، ولا يعرف يشتغل ولا يعرف يتجوز ولا يعرف يبقى عنده علاقات اجتماعية. فمشاكل بتكبر، لكن وهو صغير سهل. الطفل صغير بيبقى سهل ان انت تقدر تعالجه وتقدر توعيه، ويبقى في طرق وعي، يروح دكاترة مختصين. ما طبعا دي نيد تقدم هيلب. ايوه، ما دي نيد تقدم هيلب، دي نيد تقدم هيلب. بس اول حاجه يبقوا اوير اصلا. يعني فكره ان الاهالي اصلا، اهالي كتير اصلا ما بيروحوش يحاولوا يعالجوا ولادهم او يشوفوا عندهم ايه. يقول لك لا عادي، ما هيطلع زي الفل لما يكبر. طبعا صح يا سماء. برضو مي بتقول انه دي برضو نقطة حلوة جدا، ان هو من يعني كل طفل زي ما قلت كل طفل مختلف، فلازم نشوف ايه الاريح للطفل حتى في الاديوكيشن سيستم. يعني في التعليم، لو في طرق تعليم مختلفة، لو في طفل مثلا مش قادر على التعليم بتاع المدرسة ده، ممكن يشوف له مثلا طريقة ان هو يبقى هوم سكول، يتعلم في البيت. ممكن يشوف له مثلا طريقة ان هو يروح مدرسة يومين في البيت يومين، نجيب له مدرسين في البيت لو هو مش قادر على. بس دي طبعا صعبة، يعني دي مش سهلة ان انت بالذات في مدارس، يعني مش سهل ان انت تختاري السيستم بتاع الدراسة. يعني في معظم الأحيان مش كل الناس عندها اللوكجري انها تختار الدراسة بتاعت ولادها. هاي نور، هاي نور، هاي ميمو، هاي بنات. بس بحاول اكل الحتة دي معلش. حد تاني عنده مرة بتقول دي حقيقة قدام الولد، قدام الولد شاطر دراسيا مش بيهتموا لأي حاجة. بالظبط، هو للأسف في مدرسة لازم يبقى شاطر وبس. يعني انت شاطر في المدرسة تمام، مش شاطر يبقى مش شاطر. لكن كل طفل ممكن يبقى عنده واحد ما يبقى مش شاطر في المدرسة بس شاطر في حاجة معينة. اللي مش شاطر في الحساب هتلاقيه شاطر في اللغة، اللي مش شاطر في اللغة هتلاقيه شاطر في الرسم، اللي مش شاطر في الرسم هتلاقيه شاطر في العلوم. فلازم نوجه كل طفل، نحاول نوجه المدرسين والمدارس طبعا انها تبقى بتعامل الطفل على ايه المميزات اللي عنده، مش ايه العيوب اللي عنده، وتنمي المميزات عشان في اخر لما يكبر ويتخرج ده اللي هيشتغل. ممكن هيشتغل حاجة واحدة، مش هيشتغل كل بقى الدروس والفصول اللي احنا نديها لهم دي طول السنة. مشكلة دي، مشكلة. ولادي نايمين يعني صراحة. مريم بتقول تعدد اللغات ممكن يأخر الكلام. تعدد اللغات ممكن يأخر الكلام لو في طفل عنده مشكلة. بس أنا شايفة لو الطفل ما عندوش مشكلة بالعكس، يعني لو هو أصلا مخه بيقدر يستوعب كذا لغة في نفس الوقت كتير جدا عادي. يعني أنا وأنا صغيرة اتعلمت لغتين 3 في نفس السنة سنتين وعادي. لكن لو في مشكلة أصلا يعني في الاستيعاب أو كده يبقى ممكن جدا. ملك صباح الفل. ميمو ميرسي جدا. بالظبط، مش شاطر في مدرسة شاطر في الرياضة، شاطر في الرسم، شاطر في أي حاجة تانية. مدرسة مش دراسة، يعني مدرسة دي مليون حاجة، مش لازم تبقى شاطر في كل حاجة يعني. طبعا
child knows، لو في awareness يبقى عندنا وعي. الوعي ده مهم جدا. وعي. لو وعينا العيال زي ما بتقول كده، لو وعينا العيال على الحاجة اللي عندهم، اما اللي هو فرط في اللي هي ADHD او OCD وسواس قهري، او عنده مثلا ما بيكلم ناس معينة وناس لأ. كل دي حاجات تندرج تحت التوتر وبتبقى وراثية. معرفش إذا كان ممكن برضو تبقى مش وراثية، بس معظم الوقت بتبقى وراثة في العيلة. الحاجات دي تبتدي تشتغلي مع طفلك، طبعا بتوديه عند مختصين ويبتدوا يشرحوا له هو عنده ايه وبيتعالج منه ازاي. فهو نفسه الطفل يبتدي يبقى عنده وعي على اللي عنده ده، ويبتدي واحدة واحدة يعرف يعني يتعامل مع الضغط. لما يجيله ضغط، لما يجيله توتر، يعرف ازاي يتعامل مع الحاجات دي بنفسه. فعلى بال ما يكبر يبقى خلاص عرف ان هو بيجيله توتر لما كذا بيحصل، بيجيله وسواس لما كذا، يقدر ازاي يتعامل مع نفسه ويتعالج اسرع. ايوه صح يا مريم، هي فروق فرديه، مش كل حاجه دراسه. صح، مش كل حاجه دراسه. انا بس بتكلم في الموضوع ده عشان حاسه انه يعني ناس كتير ما بتركزش مع عيالها، في بالذات هم صغيرين قوي، في الاختلافات، ومتوقعين ان كل عيله تبقى زي بعض، فبيعاملوهم زي بعض. يعني بيعاملوا الاجتماعي زي اللي مش اجتماعي، الخجول زي الشقي واللي عنده جراءة. ففي الآخر بيبقى كل طفل محتاج عناية مختلفة عن التاني، مش كلهم زي بعض. وساعات بيبقى لو الطفل عنده حاجة بتبقى حاجة مش باينة خالص غير لو انتي مركزة. يعني ممكن تعدي عليكي، ممكن تكتشفيها لما بيكون عنده 10 سنين، ممكن ما تكتشفهاش أصلا. يا ريت بس نركز من وقت صغير على الحاجات دي. بقرا بس بالظبط كده. سماء، ميرسي يا سماء جدا على حضورك. يعني عاوز اعرف برضو منكم لو في مواضيع تانية عاوزين تتكلموا فيها. في حلقة جديدة تنزل الاسبوع الجاي من وجهة نظر، وغير كده في كده مواضيع عاوز اتكلم فيها مختلفة يعني. عشان كانت النار طالعه. مين حكت؟ انت اللي حكيتي. كارولين بتقول شوية انتروفيرت، بالظبط، شوية يعني انتروفيرت وشوية اكستروفيرت. يعني ايه trying to change personalities depending on the child؟ مش فاهمة. انتي بتغيري يعني نفسك ولا بتعملي ايه؟ ميرسي، شكرا. حبيبتي يا سماء، ميرسي جدا. مش فاهمة يعني change your personality. تعرفي ازاي عشان تعرفي تتعاملي ازاي مع كل طفل؟ ده اللي قصدك عليه صح؟ للأسف يعني هو الموضوع مش سهل يعني. بس عشان رز اللبن بدأ يسيح فايه حاول. في الفيديو الجاي عاوز اتكلم على يعني عامله كده فيديو مع امهات عندهم ولاد فوق السن، يعني كبروا خلاص، بقوا يعني مراهقين وعدوا المراهقه ودخلوا الجامعه، وبشوف رايهم ايه في الاهالي اللي لسه اولادهم صغيرين
المفروض نتعامل معاهم ازاي. فدي هتفتح يعني افكار مختلفة وهتدي للامهات اللي اولادهم لسه صغيرين امل وطمأنينة وصبر كده. ميرسي يا احمد جدا. فان شاء الله الاسبوع الجاي اتكلم معاكم في الموضوع ده. ابنك في الجامعه؟ لا ازاي بقى في الجامعه؟ المفروض خلاص بقى يكون كبر، يتعامل مع نفسه بقى ولا ايه؟ ثانك يو كارلين جدا، ثانك يو. بس انت عارفه في دبي عاملين صوف كده برضه ليها بتاع عامله كده. سلامتك يا احمد، الف سلامه. دي مشكله لعدم الوعي، واهالينا كمان زمان ما كانش عندهم الوعي ده خالص. للاسف كان بيبقى عندنا حاجات واحنا مش فاهمينها واهالينا مش فاهمينها وبنكبر بيها واللي بيكتشفها بقى ولا ما بيكتشفهاش، واللي بيلحقها ولا ما بيلحقهاش. ف احنا وحظنا بقى. ربنا معاك يا سناء. انا في طرفه في واحد الداخله، مكان جميل قوي. مصر فيها اماكن خطيره، صحراء بقى صحراء وفي نفس الوقت تحس انه ارض زراعيه، في بقى بقر وفي بقى حصنه. الصبح بقى بنصحى نشوف بقى الشمس وهي بتطلع، الشروق والغروب. فهي يعني مكان لذيذ ان انت ريتشارج كده وترجعي كده تاخدي شويه طاقه عشان ترجعي بقى الحياه اليوميه. ميرسي ميرسي ميرسي. اكيد. سيبا ما رحتهاش بس عاوزه اروحها برضو، عاوزه اروحها. يا رب تفضل كده فاضيه يعني. بص يا احمد، ما تستناش حد يفهمك. انت يعني انت بقى عندك وعي وفهمت عندك ايه، انت ممكن تعالج نفسك. يعني ابتدي واحده واحده كده. اهم حاجه تبقى عندك وعي وفاهم انت عندك ايه، دي اصلا نص المشوار. ابتدي بقى بعد كده تقرا بقى، اقرا، حاول تروح انت للناس. انت كبير يعني مش محتاج خلاص ما تعتمدش على حد ولا فاهم تعمل نفسك ضحيه ولا اصل اهلي ما عملوليش. لا خلاص، انت تقدر دلوقتي ان انت تشتغل على نفسك بنفسك. ما تستناش حد يعالجك، محدش يعمل حاجه يعني. بعدين اهلك ما عملوش كده وانت صغير، خلاص انت بقى ايه يعني، خد الموضوع ده عليك. ما كل عيال كده يا علاء. يعني انت كل عيال بيبقى مش عاجبهم حاجه وعاوزك تعمل لهم اكتر، بس انت ما ينفعش تعمل لهم كل حاجه معزنه. يعني لازم يبقى فيه برضو حدود. لو قلت لهم كل حاجه، لما تيجي تقول لهم لا على حاجه، انت تقولي لا على ايه بقى؟ ما انت بتعملي كل حاجه. لازم يبقى فيه ليميت اللي بيعوزوه واللي ينفع واللي لا. مش اي حاجه يطلبوها ياخدوها. هاي نيرو. علاء، انا اسفه، انت علاء. انا قلت برضو علاء بيكلمني ليه دلوقتي في وقت زي ده؟ علاء. قلت يا ما انت بقى بتكلمي من يعني من اكاونت بتاع جوزك مثلا او كده. بس علاء ماشي. علاء انا اسفه. علاء ازيك؟ برافو يا احمد. انا متاكده ان انت هتعرف يعني تحل الحاجات اللي عندك وحياتك تبقى اسهل ان شاء الله. تبقى اسهل واريح باذن الله. ايوه لازم يشتغلوا في الصيف، يا ريت.
كل العيال تشتغل في الصيف، حتى لو اشتغلوا بيبي سيترز، حتى ياخدوا بالهم من ولاد الجيران، يغسلوا عربيات، اي حاجه، المهم يحسوا ان هم معتمدين على نفسهم. يا حبيبه. هو في واحد اسمه صلاح مصمم عاوز يعرف احمد فين، وانت يعني في حاجه معينه بس قول لي يعني، لو في حاجه معينه عاوزها منه قول لي وانا بقولها له، بس يعني في حاجه معينه يعني انت مصمم تصميم غريب يعني، فانا مصممه ما اقولكش عشان انت مصمم قوي، انا حاسه كده انا مش عاوزه يعني ايه، مستنيه اشوف يعني. نعم في حاجه معينه. ميرسي يا لولو. ازيك يا دعاء؟ انت دعاء؟ طب ايه يا دعاء؟ بتسالي الاسئله دي كلها ليه يا دعاء؟ في يا دعاء مالك يا دعاء؟ في البيت هم على العيال يا دعاء، زمانه نايمهم دلوقتي يا دعاء عشان عندهم مدرسه بكره. مضطرة اقفل يعني ايه في خلال دقايق عشان اروح اقعد مع الناس اللذيذه اللي انا معاها واخلص الرز بلبن ده. بس انا انبسطت جدا ان اتكلمت معاكم في الموضوع ده. لو عاوزين تتكلموا اكتر ابعتولي يا ريت على الانستجرام، ابعتولي على الكومنتس يعني، او ابعتولي مسجز المواضيع اللي عاوزين تتكلموا فيها، اللي عاوزين نتكلم فيها. ولو عندكم اي كومنتس يا ريت اقدر اساعد باي طريقه بجد يعني. لو معرفش في اي مؤسسات هنا، حاجات مثلا open للبابليك نفسيه، تقدر تبعت لي وتحب تشوف لو حد محتاجها، يا ريت نعمل كده. مش عاوز ايه دي، مش 5 سنين ده مش المفروض يبقى عنده حاجات كتير برضه يا آلاء؟ 5 سنين ده ما تدويش حاجات كتير في نفس الوقت يعني. لو عنده هدايا جات له مثلا في عيد ميلاده اديله حاجتين وشيلي الباقي انت، قولي هنفتح واحده كل شهر عشان يحس بقيمه الحاجه. لكن لو هو قدامه مثلا 20 لعبه، انا عالي كانوا بيعملوا نفس الحاجه، ده مش ايه، ده مش عاجبني، ايه ده مش عاجبني، ده قدامه 20 لعبه، اللي هو انتوا اصلا احمدوا ربنا يعني ما بيقدروش الحاجه، بيبقوا overwhelmed، تحسوا انه ايه كل الحاجات دي وعادي يعني كلها لعب زي بعض. لكن انت اللي تقدري تديله حاجتين وتشيلي الباقي، فاهمه كده يعني، تديلوش حاجات على طول على طول على طول، هيحس ان هو يعني عادي، الحاجات دي جايه عادي، ما يحسش بتعبها يعني. ربنا معاكم جميعا، وهستنى المسج بتاعتكم، وهحاول اعمل لايف تاني الاسبوع الجاي كده على حلقه جديده بتاعت وجهة نظر. اوكي، ميرسي جدا واشوفكم على خير. باي باي. شوف بقى اقفل ازاي ده. باي باي يا آلاء.